السلام عليكم. مشروع توسعة الكورنيش في اسكندرية، بنتابع معاكم آخر الخطوات وآخر المستجدات في مشروع توسعة الكورنيش في اسكندرية. أحب أبشر كل الإسكندرانية وكل اللي ناويين يجوا اسكندرية في الصيف إن خلاص مشروع توسعة الكورنيش قرب الانتهاء، لأن طبعا كله عارف إن طريق الكورنيش حاليا يعني عذاب. طول الكورنيش من بعد منطقة المحروسة وفندق المحروسة لحد المنظرة، وبنلاقي طبعا الإشغالات وأعمال تنفيذ المشروعات وكده. فطبعا شوية تلاقي الحارة القبلية مقفولة والحارة البحرية مقسومة رايح جاي، وشوية وتلاقي العكس. ويعني الدنيا بايظة بصراحة على الكورنيش بسبب كده، والزحمة طبعا والتكدس المروري. فان شاء الله خلاص احنا قربنا على الانتهاء من توسعة الكورنيش، وخلاص تم وضع الاسفلت على الطريق زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. وخلاص بإذن الله هيكون الطريق أوسع وأحسن، وبإذن الله كل الأعمال دي على آخر شهر 6 يونيو تكون خلصت، ويكون الطريق أوسع وأكثر تنظيما، ونقدر نستمتع بجمال اسكندرية ونتمشى براحتنا على الكورنيش. احنا حاليا في منطقة المنظرة، وهنشوف حاليا وضع الأسفلت على منطقة من أول العصافرة لحد ما هنوصل للمنطقة اللي احنا بنصور فيها دي قصاد شاطئ طاحونة المنظرة قرب المنتزه. احنا بنشوف اهو سور المنتزه قدامنا، مفيش غير المنطقة دي اللي احنا شايفينها قدامنا هي اللي لسه ما تمش وضع الاسفلت فيها، لكن هنمشي معاكم قدام شوية هنلاقي ان خلاص طول الطريق لحد قبل كوبري 45 هنلاقي خلاص الاسفلت تم وضع الاسفلت والدنيا تمام وزي الفل، بس طبعا لسه ما تمش تشغيل الطريق. اهو كده مشينا شوية قدام، شايفين المنطقة اللي بقول لكم لسه ما تمش وضع الاسفلت فيها، منطقة صغيرة جدا، ممكن بكرة او بعده نلاقي خلاص الاسفلت اتوضع فيها. هنمشي معاكم ونتابع وهنعرف المناطق اللي محطوط فيها الاسفلت كلها. احنا كده لسه في منطقة المنظرة، وهنشوف طبعا قصاد كل اشارة او قصاد كل شارع من الناحية القبلية حاطين زي طوب في الطريق، او يعني حاجة الناس تسند عليها عشان تعرف تعدي على الاسفلت، لان الاسفلت طبعا لسه طري زي ما احنا شايفين لسه منشفش. اهو عشان تعدي الناحية التانية. لو مهتمين باسكندرية وعايزين تعرفوا كل اخبار اسكندرية، اشتركوا في قناتي واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكم مني كل جديد. ونتابع سوا بقية الطريق وهنشوف اخر منطقة محطوط فيها الاسفلت. احنا كده قصاد شاطئ وانلي، لسه برضو منطقة المنظرة.
وبندخل على منطقة العصافرة. هنا هنلاحظ بقى ان الاسفلت يعني اقدم من الاسفلت في منطقة المنظرة. وكافيه سانتوس اهو قدامنا. هنا الاسفلت يعتبر خلاص جاهز، غير الاسفلت اللي ورا لسه جديد. بنشوف الاسفلت معانا لحد منطقة 45 وكوبري 45. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون فدتكم وقدرت اوصل لكم الصورة كاملة. شكرا لمتابعتكم.